ليجاس بياخد جوفيليان وماكس لمكان مميز بقرب القصر الإمبراطوري، وهما بينبهروا جدا بجمال المكان. لكن هو قال لهم إن هو بيكره المشهد ده أكتر من أي شيء في العالم، وبدأ يقول لهم هو إزاي وقع عقد الخاتم مع الإمبراطور وليه كل سحرة الإمبراطورية اختفوا. واللي حصل إن قبل 22 سنة داريوس اعتلى العصر كإمبراطور، وعينه كفارس في الجيش المركزي وهو عنده 17 سنة، وبقى هو أصغر فارس إمبراطوري، وكان سعيد بالأمر جدا بعكس والده اللي بان على وجهه الحزن. ففهم ليجاس إن والده عنده عداء للإمبراطور الجديد، لدرجة إن إيديه اتجرحت من كتر غيظه. وبنعرف إن والده هو الدوق فلوين، كان فارس مخلص للعيلة الإمبراطورية لمدة 20 سنة. وواجه ليجاس والده وسأله عن مشكلته مع الإمبراطور الجديد، فقال له والده كلام حسسه بحزن كبير، وهو إن المفروض إن هما سيفهم يكون لحماية الإمبراطورية، لكن الإمبراطور الجديد بيقبض على كل السحرة وبيسلب قوتهم وبيقتلهم بعدها. فخاف هو على إيميليا، وبعدها بفترة بسيطة لجأت ليه إيميليا، وكان قبل جوازهم، وطلبت منه إن هو يساعدها لأن كل أصدقائها اللي درسوا معاها السحر اختفوا، لأن فرسان الإمبراطور قبضوا عليهم. لكن ليجاس ما قدرش إن هو يقول لها الحقيقة، وطلب منها إنها تتوقف عن البحث عنهم، وقرر وقتها إن هو لازم يفعل أي شيء علشان ما يخسرش إيميليا، وإن يتم جراها هي كمان، لأنها بالنسبة له أهم شخص في الدنيا. وفضل يفتكر في ذكرياته معاها، وبالفعل أزال اسمها من قائمة أسماء السحرة اللي كانت موجودة في مكتب والده. وكان هو مستغرب والده اللي مهتمش للي هو عمله، وكان هو متأكد إن هو عارف إن في حد اتلاعب بأوراقه. وبعد سنتين، وبمجرد ما بلغوا سن الرشد، اتقدم ليجاس للجواز من إيميليا، وهي فرحت جدا ومكانتش مصدقة نفسها، لأن هو عمره ما اعترف لها بحبه ليها. وبدأت إنها تبكي لأنها توقعت إن والده مش هيوافق وهيختار له زوجة نبيلة. فهو طمنها وقرر بإن لو والده رفض جوازهم فهو هيتخلى عن اسم عيلته وهيهرب معاها. لكنه اتفاجئ بوالده لما هو قاله إن هو موافق على جوازهم، واستغرب موافقته وسأله عن السبب، وهو عارف إنها ساحرة وإن هو اللي اتلاعب بأوراقه بالسابق. لكن والده ما جاوبش على سؤاله وسابه ومشى، وقال له هو ماشي إن هو يتأكد من حماية جوفيليان. ووقتها ليجاس ما فهمش هو يقصد إيه بكلامه. وفعلا ليجاس اتجوز من إيميليا، وبعدها بفترة اندلعت الحرب وتوفى والده فيها، وأمه ماتت بعده من حزنها عليه. وكان الإمبراطور اتخلى عن جيشه وشعبه وهرب، لكن ليجاس قرر الدفاع عن الإمبراطورية وما استسلمش لحزنه على والده، وفعلا قاد الفرسان وانتصر في الحرب. ولما رجع استقبلوه الناس بلقب البطل، واستقبلته إيميليا بفرحة كبيرة، وكانت حامل وقتها وقالت له إنها اختارت اسم لطفلتهم. وهو اتصدم أول ما هي ما قالت له إنها اختارت اسم جوفيليان، لأن ده بيكون نفس الاسم اللي طلب منه والده إن هو يحميه. واتسأل هو إزاي والده عرف اسم الجنين اللي لسه ما اتولدش، وسأل إيميليا إذا كانت هي قالت لوالده على الاسم ده بالسابق، لكن هي أنكرت وأكدت له إنها ما اتكلمتش مع والده في أي شيء. فحس ليجاس إن في لغز في الأمر وإن هو لازم يحله. وفعلا بيبدأ إن هو يقرأ مذكرات والده، وبيعرف من مذكراته إن هو كان نادم وحاسس بالذنب لأن هو كان بينفذ أوامر الإمبراطور بقتل السحرة. واتجه للمعبد لتمثال الحاكمة كيرك، واعترف بذنبه قدامها بقتل الأبرياء، وإن هو مش قادر إن هو يعارض الإمبراطور لأنه بيهدده إن هو هيقتل عيلته. وقرر إن هو هيقتل نفسه، لكنه بيتصدم إن الحاكمة كيرك بتبكي. ووقتها شاف رؤية من المستقبل، وهي إن في بنت اسمها جوفيليان بتبكي بحرقة بسبب وفاة والدها، واللي هو كان نفسه ابنه ليجاس. وبعدها قرر الدوق فلوين إن هو هيتغاضى عن اسم إيميليا اللي كان هو متأكد إن هو مكتوب في قائمته، واللي هو متأكد برضه إن ابنه هو اللي خفاه لحماية صديقته الوحيدة، وبيكون هو عمل كده علشان سعادة ابنه وعلشان الرؤية اللي هو شافها. وبكده بيكون ليجاس عارف من مذكرات والده إن هو شاف المستقبل. وهنا بلغوا الخادم إن الإمبراطور بيطلبه في القصر الإمبراطوري، وعرض عليه الإمبراطور إن هو يخلف والده في قيادة الفرسان، لكن ليجاس رفض العرض. فهدده داريوس بإن هو عرف بأمر إيميليا زوجته الساحرة الهاربة، وإنها حامل حاليا، وهدده بإن هو لو منطعش لأوامره فهيقتل زوجته وطفله. وبكده طبعا بيكون الإمبراطور بيهدده زي ما كان بيهدد والده بقتل عيلته، وأمره بإن هو يوقع العقد مع الخاتم. وفجأة ظهر له بافينيل ووعده بإن هو لو وقع معاه العقد فهيتظاهر بإن هو ما يعرفش بأمر زوجته. وبنرجع للحاضر، وقال لهم ليجاس إن ده بيكون هو السبب اللي خلاه يوافق على توقيع العقد مع الإمبراطور. وقال لهم كمان إن بافينيل بالرغم من إن هو أخد القوة السحرية لعدد كبير من السحرة، لكنه ما قدرش إن هو يتحرر من الخاتم، وعلشان كده هو عنده الرغبة في الحصول على سحر جوفليان اللي بيشبه سحر الحاكمة كيرك. وبتتقابل بياتريس مع بافينيل اللي بيكون معاه الخاتم، وبتكون هي متضايقة من مقابلته جدا، وكذبت عليه وقالت له بإنها حصلت على قوة جوفيل، وطلبت منه إنها هي اللي تكون مالكة الخاتم. لكن هو رفض، فقالت له إن هو بيتلاعب بيها زي والدها اللي وعدها بمنحها للعرش وكذب عليها. ووعدته بإن هو لو اعترف بيها كمالكة للخاتم في يوم التأسيس السنوي
فهي هتساعده لتدمير الإمبراطورية. وبنروح للإمبراطور، وكان ماكس بيواجهه بإن هو لقى أدلة لظهور الوحش، وإن عيلة هينسن اشتروا الوحش من الصيادين في يوم المسابقة، وإن هو متأكد إن هو متورط معاهم بالأمر، وعلشان كده خطب بنته لعيلة هينسن. لكن الإمبراطور أنكر وأكد له إن النبلاء مش هيقفوا بجنبه. فقال له ماكس إن أصلا النبلاء غضبانين لأن الوحش يومها هجم على مقاعدهم وسبب لهم إصابات وذعر كبير، وإن هو كمان هيتهمه بمحاولة قتل بنته لإظهار سحرها، وإن هو بالسابق قتل الأبرياء لسرقة سحرهم. فبيغضب الإمبراطور جدا واتمنى لو إن هو كان قتله من زمان. وبعدها ضحك الإمبراطور بلقم وقال له إن هو عنده سلاح سري وهو الدوك ليجاس والد حبيبته، وإن هو هيتهمه هو بارتكاب كل الجرائم دي. وكان متأكد إن ليجاس مش هيعارضه. وفعلا بيوصل ليجاس وبيأكد له إن هو هينطاع لأوامره. فبيفرح داريوس لأن هو قادر يتحكم فيه. لكن فجأة ليجاس قال له بثقة إن هو هيعمل كده بس لو كان هو لسه مالك الخاتم. وصدمه وقال له بإن الخاتم أصبح ملك للأميرة بياتريس. وبسرعة أمر حراسه بالقبض عليه. فبدأ هو يستخدم الخاتم ويستنجد ببافينيل، لكن بافينيل خذله واعتقله مكسب تأييد من النبلاء لأن هو فرد من العيلة المالكة. وأمر بوضعه في زنزانة الظل لتقديمه للمحاكمة يوم مهرجان التأسيس. فصرخ فيه والده بأن هو ابن عاق. فسكته ماكس وقال له إن هو عمل زي ما جده الكبير ما عمل مع والده، حبسه في الخاتم وأخد منه الخاتم. لكن بعدها ليجاس قال له إن الخاتم مزيف، وتوقع إن هو مع بافينيل حاليا. وقال بافينيل لبياتريس إن هو حصل على الخاتم من والدها لأن هو كان متأكد إن نهايته قربت، ووعدها بإنها لو حصلت على قوة جوفيل فهيجعلها هي الملكة الجديدة. لكن بياتريس واجهته بإنها لو منحته غرضه فأكيد هيهرب من الخاتم ومش هيساعدها، وإن هو ممكن كمان يقتلها، وإنها لازم تمتلك الخاتم أولا. فبيفهم إنها ذكية جدا وتوقع إنها ممكن تخونه وتقتله، ووعدها بإنها لو حررته فمش هيقتلها أبدا. فقالت له إن قوتها لوحدها مش كفاية ولازم تحصل على قوة جوفيل، لكنها بيحميها والدها وماكس، وإنها مش هتقدر إنها تتغلب عليهم لوحدها إلا لو امتلكت الخاتم واتحكمت في الدوق فلوين. لكن هو بيفضل مش مقتنع بكلامها. وبنروح لجوفيل وبلغها جرالتين إنها تتم محاكمة الإمبراطور في يوم مهرجان التأسيس. فافتكرت جوفيل إن ده نفس اليوم اللي ماتت فيه بياتريس من التسمم، وكانت مطمنة لأنها طلبت منها إنها لا تاكل ولا تشرب أي شيء في اليوم ده. وطمنها جرالدين إن كل شيء بيصير حسب الخطة. بس هي بتفضل قلقانة ومش مطمنة لأنها متأكدة إن والدها وماكس بيخفوا عنها الحقيقة. وبتقرر إنها هتدور وراهم في مكتبه. وبتتفاجئ بوصول طائر والدها ومعاه رسالة، فهي بتخاف منه جدا فبيوقع الطائر الرسالة عندها وبيهرب. وبتلاقي مكتوب في الرسالة أمر لجرالدين من فلوين بمنع جوفيليان من الحضور للقصر الإمبراطوري يوم مهرجان التأسيس. فبتتأكد وقتها إن هما فعلا بيخفوا عنها الحقيقة، وبتقرر إنها لازم تعرف كل اللي بيحصل. وبنرجع لليجاس وماكس اللي كانوا بيتناقشوا في أمر الخاتم المزيف. وتوقع ليجاس إن بافينيل خان داريوس وما بقاش مهتم لإرضائه لأن هدفه اتغير حاليا لما عرف إن جوفيل بتمتلك نفس قوة الكيرك، وبقى هدفه هي جوفيل لتحرير نفسه، وإن هو بالتالي أصبح مقيد من قبل بافينيل نفسه. وقال له إن هو ترجم نبوءة الحاكمة كيرك وسلمها له علشان يقرأها. وكانت وصيتها بإن لو بافينيل خدعهم وقدر إن هو يتحرر من الخاتم فإن جوفيليان هي الوحيدة اللي هتقدر إنها تهزمه بقوتها، وإنها أصلا بالسابق فقدت عينيها لما قامت بختمه. وبالتالي فإن البشر العادي ممكن إن هو يخسر حياته كلها قدام التنين لأن هو هيستخدم قوته السحرية بالكامل. وبكده هي طبعا بتقصد إن جوفيليان ممكن تموت. وطبعا ماكس بيتصدم جدا وليجاس بيكون حزين. وبيصور ماكس بإن هو مستحيل يسمح لجوفيل بالتضحية بنفسها. وفجأة بيسمع ماكس صوت بالخارج، لكن لما بيشوف مين مش بيلاقي حد. بس بتكون جوفيل هي اللي بالخارج ومستخدمة قوة التخفي علشان تعرف منهم كل شيء هما بيخفوه عليها. وقال ليجاس لمكسب إن هو اللي هيخاطر بحياته. فاتهمه مكسب إن هو ضعيف. فقال له ليجاس بإن هو كان بيتمنى إن هو يعيش بسلام مع بنته، لكنه ما عندهوش أي اختيار تاني. وطلب منه إن هو يحاول ينجو مع جوفيل بكل الطرق. كل ده وبتكون جوفيل بتستمع لكلامهم وهي بتبكي، وكانت متخفية منهم. وقررت بإنها لازم تساعدهم حتى لو هتضحي بنفسها. وبترجع جوفيل لقصرها وبتظهر فجأة للحرس اللي اتصدموا جدا بظهورها. وبدأت إنها تبكي وتطلب مساعدتهم. وسألت جرالدين إذا كان هو يعرف بمخطط والدها وإن هو منع حضورها في يوم التأسيس علشان يضحي بنفسه، وترجته إن هو يساعدها للتسلل لهناك. لكن جرالدين رفض لأن الدوق أمره بإن الأولوية لحياتها هي، وأكد لها بإن هما كلهم مستعدين لمواجهة الشرير للتضحية بحياتهم في سبيل الدوق فلوين. فقالت لهم انتم كلكم أغبياء لأن كلكم هتموتوا. وسابتهم وجريت وهي بتبكي. وقررت بإنها لازم تحضر المهرجان وإنها تقضي على بافينيل بنفسها وتنفذ رؤية جدها وتنقذ الإمبراطورية. وبتظهر الإمبراطورة إليزابيث وهي غضبانة وبتصرخ في مايكل بإنها لازم تتقابل مع زوجها،
لكنه بيقول لها ببرود إنها مش هتقدر لأن الأمير بيعذبه. فبتغضب هي أكتر وسألته إزاي يسمح بخيانة ابنه ليه، وإذا كان هو هيتغاضى عن الأمر وهيسمح لماكس إن هو يصبح الإمبراطور. فقدم لها هو رسالة وصلت له من الإمبراطور بيأمره فيها بإن هو يقتل الأميرة بياتريس، لأن بموتها هتختفي كل الأدلة ضده. فهي بتصور عليه بإن هو إزاي يقتل خطيبته بنت الإمبراطور. فأكد لها مايكل بثقة إن بياتريس فعلا خانتهم، وإن لمصلحتها إنها تنضم لخطتهم، لأن الإمبراطور متأكد إن الطفل اللي في بطنها مش ابنه، لكنه هيتغاضى عن الأمر وهيعينه هو ولي العرش من بعده. وقال لها كمان إنها مش هتلوث إيديها، وإن كل اللي هي هتعمله إنها هتسلم للأميرة الكوب المخصص ليها، وهي بتفضل مصدومة ومش قادرة إنها ترد عليه. وبيجي يوم مهرجان التأسيس، وبيظهر الإمبراطور قدام الجميع وهو مقيد. وسألت إليزابيث بنتها إذا كانت هي بتعتقد إن والدها خطط لقتلها فعلا. فقالت لها بياتريس إن الشيء المؤكد بالنسبة لها إن لو جوفيليان ما أنقذتهاش في اليوم ده كانت هي هتكون ميتة حاليا. فبتقدم هي المشروب لبنتها، فأخدته بياتريس وكانت هتشربه، لكن والدتها وقفتها وسألتها ليه هي لسه بتثق فيها طالما هي اتجرأت على خيانتهم وأخدت صف أخوها. وسحبت منها الكاس، وقالت لها إن بالرغم من إنها حزينة لأنها مش بتستمع ليها وبتنفذ اللي في بالها وبس، لكن في النهاية هي بنتها ولازم تعيش. ومن غير تفكير بتشرب هي المشروب بدلها. ومن ناحية تانية بيكون ماكس بيواجه والده بجرايمه وبيطالب بمعاقبته، لكن مايكل بيعترض وبيتهم ماكس بتلفيق الأدلة ليه علشان يعتلي هو العرش. وحاول إن هو يقنع النبلاء بإن هو طاغية وعذب كل اللي حاول إن هو يعارضه. في اللحظة دي بتتدخل إليزابيث وبتأمره بإن هو يخرس، وقالت لهم بإنها شاهدة على إن الإمبراطور قاتل، وإن هو اللي نفذ المؤامرة في يوم الصيد، وإن هو كمان أمر مايكل بإجبارها بإنها تدي السم لبنتها، وإنها هي اللي شربت السم بدلها علشان تثبت جريمته. لكن هو أنكر وقال إن دي خدعة منها. ووقعت إليزابيث على الأرض وهي بتقول لهم إن زوجها استهدف السحرة بالسابق وقتلهم كلهم، وطالبته بإن هو يموت لأن هو استهدف بنتها حاليا. وجريت عليها بياتريس وفضلت تبكي على موتها. فأمر ليجاس بالقبض على عيلة هينسن كلهم. وهنا ظهر لهم بافينيل بكل طاقته، فأمر ماكس كل الحضور بالخروج فورا. فقرر مايكل بإن هو كمان هيهرب في وسط الحضور. ولما وصل للخارج اتفاجئ بإيد بتمسكه وبتمنعه من الهروب، وبيلاقي إنها جوفيليان وسلمته للفرسان للقبض عليه. وبدأ بافينيل إن هو يواجه ماكس وليجاس وبياتريس، وسأل دايريس عن إحساسه بخيانة ابنه ليجاس ليه. فطلب منه دايريس إن هو يقتلهم كلهم، لكن بافينيل اتفاخر عليه وسأله هو هيقدم له إيه في المقابل. فقطعته بياتريس وقالت له بإن هو لو اختارها كمالكة للخاتم فهي هتحرره. فصار عليها والدها بإنها خاينة. فأكد بافينيل على كلامه بإن الأبناء دايما بيخونوا آبائهم. وهنا بيبدأ إن هو يتحكم في ليجاس وأمره إن هو يقتل ماكس. وفعلا بيتحول ليجاس وبيهجم على ماكس وبيبدأ إن هو يقتله. وبيفتكروا ماكس لما هو نصحه بالسابق بإن هو في المعركة يحاول يتفادى إن هو ينضرب من عدوه، وبالتالي هينفد صبر عدوه وهيتوتر، ووقتها بس هيقدر إن هو يلاقي عنده نقطة ضعف ممكن إن هو يتخلله من خلالها. فقرر إن هو هيطبق معاه كل اللي هو اتعلمه منه وأكيد هيلاقي نقطة ضعفه. وفعلا مع الوقت بيقدر إن هو يصيبه. وبيكون بافينيل بيشاهدهم وهو مستمتع. وحاولت بياتريس تقنعه إن ماكس بيعمل كل ده لأن هو طمعان في العرش، ووعدته بإنها هتحضر له جوفيلا عنده لو جعلها ملكة الخاتم. فجأة بتظهر قوة كبيرة بضوء قوي بتمنع قتال ماكس وليجاس، وبنلاقي إنها جوفيليان. وبيتصدموا كلهم بوصولها. فقال بافينيل لبياتريس إن هو مبقاش محتاج لمساعدتها لأنها وصلت لعنده بنفسها. وبيرجع ليجاس لطبيعته وحاول إن هو يوقف جوفيل، لكنها اتجاهلته واتجهت لبافينيل لمواجهته. بس بياتريس وقفتها وهددته بإن هو لو ما سلمهاش الخاتم حالا فهي هتمتص قوة جوفيليان لنفسها. وطبعا كانت متأكدة إن جوفيل فاهمة إنها بتمثل قدامه. لكن جوفيل طلبت منها إنها تتوقف وأكدت لها إنها هي اللي هتقدر تتعامل معاه. وبمنتهى الهدوء قربت من بافينيل واستخدمت قوتها السحرية عليه وسحبت منه الخاتم وهي بتقوله إنها متأكدة إن هو ضعيف جدا قدامها. فاستغل ماكس الفرصة لضربه بالسيف، لكنه بيتبخر وبيختفي من قدامهم. فقال له ليجاس إن هو روح وإن ده مش جسده، وبالتالي مفيش فايدة من القتال معاه. وسأل بنته بخوف إزاي قدرت إنها توصل لهنا. فقالت لهم إنها لجأت للحاكمة كيرك وإنها هي اللي ساعدتها في الوصول، وإنها قررت تحرير بافينيل من الخاتم واستخراج جسده ومواجهته وجها لوجه. لكن ليجاس بيرفض وبيصرخ فيها بإنها بكده بتضحي بنفسها وإن هو مش عاوزها تموت. فقالت له بإنها هي كمان مش عاوزاه يموت، وإنها لما هتحرره من الخاتم فهو كمان هيتحرر من سيطرته عليه للأبد. ووعدته بإنها مش هتسمح بتدمير الإمبراطورية أبدا، وإنها اختارت إنها تنقذ الجميع. وفعلا بتبدأ إنها تستخدم قوتها. وحاول ليجاس يمنعها لكن هي بتصر وبتكسر الخاتم. وبيبدأ التنين يتحرر من حبسه. وهنا بتفقد جوفيل قوتها وبيغمى عليها. وبيلحقها ماكس وبيفوقها. ولما بتفوق
بتستعد إنها تتصدى ليه، لكن ليجاس بيصرخ فيها بإنها لازم تستعيد قوتها في البداية لأن خصمهم مش بشر. وحاول ماكس يحميها خلفه واستعدوا كلهم لمواجهته وهجموا عليه. حتى بياتريس استخدمت قوتها لإخضاعه، فصرخ فيها بافينيل بإنها خاينة، وبعدتها جوفيل وحاولت إنها تقاومه بس بتكون ضعيفة وبتقع لأنها بالفعل استنفذت كل قوتها لكسر الخاتم. وقال لها بافينيل بشماتة إن الحاكمة كيرك خدعتك وإنك أكيد هتموتي والأفضل ليكي إنك ما تقاوميش. وهنا هجم عليه الفرسان وقيدوه بالسلاسل، وتوقعوا إن هم على وشك الانتصار عليه، لكنه بسرعة استخدم قوته ودمر السلاسل ووقع كل الفرسان على الأرض. وبيستغل الإمبراطور الفرصة وبيلاقي سكينه وبيفك قيوده. وقتها بيكون غاضب جدا من جوفيل لأنها هي السبب في خسارته للخاتم، فهجم عليها علشان يقتلها. لكن فجأة بنلاقي إن هو اللي اتقتل، وبيكون ليجاس هو اللي دافع عن بنته وأخيرا بيقتله وبيتلطخ بالدم. فبتخاف عليه جوفيل إن هو يكون اتصاب، لكن هو طمنها إن هو بخير. وفجأة بيسمع صوت ماكس وهو بيحذره بإن بافينيل بيقرب له، لكن بالفعل بيكون بافينيل قدر إن هو يوصل له وقتله. وبتتصدم جوفيل وبيكون الدم كله مغطيها، وفضلت إنها تبكي عليه وهي بتترجاه إن هو ما يموتش ويسيبها. وبكده بتتحقق الرؤية اللي شافها الدوق فلوين بالسابق، بإن ابنه بيموت وجوفيليان بتحزن وبتبكي عليه. يا ترى جوفيليان هتقدر تعمل حاجة وتنقذ الإمبراطورية من شر بافينيل ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في جزءنا اللي جاي واللي هيكون الأخير بإذن الله. هستنى دعمكم باللايك والشير والاشتراك في القناة. سلام.